السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نهاركم يكون بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم البنات بغيت ندير الدجاج بلا صوص، كيجي زوين بزاف. بالنسبه ما نكثرش عليكم الهضره، غادي نبداو ان شاء الله في المقادير. عندي هنايا دجاجه البنات، تقريبا دجاجه يعني مقال منها غير شي فخد ولا هكا، يعني نتوما غادي ديروا على حسب افراد العائله. عندي هنايا واحد البصله كبيره، تكون كبيره يعني، اولا ما كانش كبيره ديروا جوج متوسطين. عندي هنا قزبره ومعدنوس والثومه وشويه ديال الحامض مصير، طحنتهم كلشي مع بعضهم. والتوابل غادي نبقى نديرها البنات، نقول لكم شنو عندي. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا ما تكثروش الملح البنات، لان عندي الليمون مصير مالح، غادي نديرو غير واحد شويه. غادي نديرو هنايا الخرقوم نص معلقه صغيره، لان عندي واحد العطريه ديال الدجاج كتجي رائعه البنات، غادي نديرها حتى هي. الفلفل الاسود نص معلقه. غادي ندير شويه ديال الكمون، واحد راس معلقه بحال هكا. وغادي ندير هاد العطريه البنات ديال الدجاج، انا نصورها لكم يعني غتشوفوها. هاد العطريه البنات خطيره 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 في اي حاجه. بغيتي ديري طاجين، بغيتي ديري الدجاج مخر، بغيتي ديري الدجاج محمر، يعني كتطلع روعه. غادي ندير نص معلقه كبيره صافي البنات. غادي ندير شويه ديال الزيت نباتيه، شويه ديال الزيت العود يعني زيت الزيتون هكذا. وغادي نخلطو الخليط مزيان. غادي نزيد معلقه البنات ديال الطماطم مركزه، معلقه ما تكونش عامره بزاف باش كتعطينا ديك الحمريه هكا في الدجاج. غادي نشرلو الدجاج ديالنا هكذا الاول، حاولوا تكوه هكا بالموس باش تخلينا الشرموله لداخل بحال هكا. ما يجيناش بيض من الداخل يعني بحال هكذا، حاولوا تكوه غير شويه كلمات. صافي كندوز عليهم كاملين بحال هكذا. كيجي رائع هاد الدجاج البنات، كيجي فيه واحد المذاق صافي. انا غادي نخلط بيديا البنات بحاليا، لان الشموله خاصها تدخل في الدجاج مزيان. بسم الله البنات، غادي نحاولوا نخلطو مزيان. نخلطو هاد العطريه مزيان تخلينا في الدجاج هكذا. نحاولوا نفكو الدجاج ديالنا صافي. غادي نخليه على جنب يترقد واحد شويه، وغادي ندوزو نشحروا ديك البصله ولا نرجع معكم ان شاء الله. هنايا البنات جبت الطنجره ديالي، غادي ندير فيها واحد شويه ديال الزيت نباتيه، غير واحد شويه غير باش نشحر البصله، واحد المعلقه كبيره بحال هكا. غادي نخوي الخليط ديالي هنايا، ما طحنش البصله بزاف كما كتشوفوا معايا، كتبقى شويه مهرمشه، لان الا طحنتوها بزاف كيجي لاصوص داير بحال مذاق الحرير. البنات غادي ندوز نديرها في البوطه. هنايا البنات داك البصله كتشحر، انا ضفت عليها شويه ديال الملون هكا باش تعطينا اللون. كنخليوها كتشحر مزيان كتشوفوا كتهبط لينا البصله شويه بحال هكا. غادي نضيفو قطع ديالنا ديال الدجاج، غادي نخليو الدجاج ديالنا يتخلى واحد شويه مع هاد البصله، نخليوه يتشحر من بعد عاد نمرق.
هنايا البنات غادي نزيد واحد الراس المعلقه ديال قرفه، كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. صافي البنات، هنا من بعد ما تغلى ليا الاناء اللي درت فيه بعدا هذاك الدجاج، ديك العصريه اللي بقات ليا هنايا، زدت عليها 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء. صافي غادي نغرق عليه ونخليه البنات نجهد ليه الاول البوطه، من بعد نغسليه ونخليه كاتحرك على خاطرو حتى كيجيني داك الدجاج فتي. وانتم معايا نكمل معكم الفيديو ان شاء الله من بعد ما نقلعوا الدجاج كيفاش غادي نديروا ليه. تبعوا الفيديو حتى الاخير. هانتوما البنات المرقه ديالنا كيفاش جات تبارك الله خاطره. دابا الدجاج ديالنا راه طاب، غادي نحيدو نديرو فشي شبكه يستقطر من ديك المرقه. هاد المرقه البنات غادي نخليها تشرب مزيان حتى تعلك لينا، وغادي نضيف عليها الزيتون فقط. هادشي اللي غندير فيها. وعندي هنايا البنات سلقت البطاطا قطعتها بهذا الشكل هذا. انا خليتها يعني شويه طابت، دازها شويه طياب. نتوما غتخليوها غير واحد 3 دقائق او 4 دقائق حتى 5 دقائق وتحيدوها. كان عندي شي شغل كنت كنقضيه ونسيتها شويه، داكشي راها طابت شويه اكثر يعني ملي كنت باغياها. غادي نديرو دابا غندوزو باش نتبلوها ونديرها حتى هي في الفران. هنايا البنات بالنسبه للبطاطا عندي هنايا خبز مطحون، يعني طحنته غير في الدار. كندير الباكيطه كما كيتبقى ليا هكا من الدار، كنديرو نتلجو وكنطحنو كنديرو في الثلج بحال هكا. ملي كنبغي راه كنسحقو. عندي هنايا مطحون، غادي نضيفو البطاطا ديالنا هنا في هاد الصينيه هادي. غادي ندير عليها شويه ديال الملحه، تجينا شويه متجيناش صامطه. لأن غادي نديرو الخبز هكا. بالنسبه غادي ندير شويه ديال الحار اللي يبغيها البنات، اللي ما يبغيش ما يديروش. صافي غادي نضيف عليها الخبز، كتجي محمره البنات مقرمشه. غادي ندير الزبده انا هكذا، نحاول نوزعها. غادي ندير واحد شويه ديال الزيت نباتيه، غير واحد معلقه كبيره فقط. صافي غادي نخلط كلشي البنات بحال هكا وغادي ندخلها للفران. تحاولوا ما تخليوهاش طيب لان تكسرات ليا شويه، لان خليتها طابت اكثر من القياس، راه كتجي زوينه بزاف. صافي غندخلها للفران حتى داك الدجاج كما قلت لكم غادي ندهنو بالزبده حتى هو غندخلو للفران ونرجع معكم ان شاء الله في الطبق النهائي باش ما نطولش عليكم الفيديو. البنات غادي ندهنو بالزبده وغادي ندخلو للفران. ضروري بالزبده البنات باش يجيكم هشيش. صافي غنديرو للفران حتى يجي ليا كلشي ونرجع معاكم. هانتوما البنات الدجاج ديالنا بعد ما طاب البطاطا جاو تبارك الله كيشهيو كما كتشوفوا معايا، وجاو طايب فتي، جا زوين بزاف. نتمنى تجربوا هاد الوصفه هادي. ولاصوص ديالو البنات شوفوا معايا جات خاطره ومعلكه، والمذاق ما نقولكمش البنات جات رائعه. قدمت معاها شويه هكا ديال السلطه البربه، خيزو محكوك ومعدنوس، كتجي رائعه زوينه بزاف. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق هذا، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. واستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.